السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صليوا على النبي عليه الصلاة والسلام. مرحبا بكم في القناة. وصفة اليوم هي قراطة باذنجان، سهلة سريعة التحضير، اقتصادية وبنينة بزاف، تقطر عسل من البنة. ما تنساوش ديروا ابوني وجام وتشاركوا الفيديو مع حباباتكم. والان نبداو في الوصفة على بركة الله. هنا جبت الباذنجان قصيته بالشكل هذا، من بعد ملحته وحطيته يتقلى. هنا حندير لاصوص. جبت المقله حطيت فيها الزيت وحطيت 3 فصوص ثوم، نحركهم مليح. ومن بعد حطيت طماطم مرحيه، من بعد نحركهم مع بعضاهم ونخليها تطيب. بعد ما تطيب نحط لها التوابل. حطيت الملح، فلفل الكحل، كمون، حمار اللي هو الفلفل العكري. ومن بعد نحركهم مليح مع بعضاهم بالشكل هذا. نخليها تطيب شويه. بعد ما الطماطم طابت شويه حطيت لها نص كاس ماء ونخليها تطيب. المول اللي حنستعملو حطيت فيه لاصوص الطماطم، ومن بعد نحط الباذنجان. ومن بعد حطيت الجبن المبشور كيما هك. ومن بعد حطيت طبقه تاع لاصوص، وزدت حطيت طبقه الباذنجان. ومن بعد حطيت الجبن المبشور وزدت حطيت فوقه طبقه تاع لاصوص كيما هكا. ومن بعد زدت حطيت طبقه تاع الجبن المبشور من الفوق كيما هكا. ودرك نحطها تطيب في الكوشه. هنا بعد ما طابت كيما راكم تشوفوا راهي وصفه سهله سريعه اقتصاديه وبنينه بزاف، ما تديش من وقتكم. وصلنا لنهايه الفيديو. نتمنى تكون هذه الوصفه عجبتكم واستفدتوا منها. لكن عجبتكم واستفدتوا منها ما تنساوش ديروا ابوني وجام وتشاركوا الفيديو مع حباباتكم. ودمتم في رعايه الله. ابقوا على خير.